السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات، اليوم وجدت لكم فيديوهات متختخين ما عمرهم ما دازوا في شي قناة، عمرهم ما دازوا في شي قناة، أقسم بالله إلا عمرهم ما دازوا في شي قناة. نبداو ولا بلاتي؟ بلاتي شوية. الحقيقة أنا ما عمري ما كنت باغي نبين هاد المسائل هادي ولا نهضر فيها ولا كذا، ولكن مني شت شي حوايج لي الله يسمح لي يعني انا كنشوف ماشي انا شي حاجه بلا ما تفهموني بالغلط، والله الا كنشوف غير باش تكون واحد الفكره بالشيء وصافي، شتا غير على قبل باش نوجد الحلقه هذه بلا ما نطولوا بزاف. يلا الفيديو الاول، ونتمنى بلاتي نتمنى انكم تكملوا الفيديو والله تا غينفعكم. يلا ندوزو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. زقا بلا ما دوز فيديو او لا تقول هذا كيهتر علينا وفي الاخر باغي كذا، لا انا كنهضر مع هاد خياتنا هادو اللي دايرين هاد الفضيحه، لا حول ولا قوه الا بالله، على قبل الفلوس. يكفي هاد الايه هادي اللي سمعنا دابا، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. راه كلشي بيد الله، راه ما كاين حتى حاجه بيد العبد، اي حاجه بغيتيها ترجعها من الله. لا وانا ما عنديش فلوس وبغيت نخرج للزنقه دابا، ماشي بقى بلا كيخرج للزنقه كيدخلوا للدار، ولكن ما عرفتش، ولكن ما كاينش. اش غادي نقولوا؟ واش غادي لا اله الا الله. المهم ما ليناش، كاين شي وحدينات كيديروا تخبيه هادشي مخبيه للعالم كامل، ولكن ما مخبياش على الله. الله سبحانه وتعالى راه عارفك شكون، بنت من وفين ساكنه الى اخره. علاش ما كاينش فلوس؟ توهبي نفسك والذات ديالك والجسد ديالك العرضه لاي واحد، سوا صغير سوا كبير، سوا لاباس عليه سوا فقير، سوا الله يستر، تعطي ذاتك يشوفها العادي والبادي كما كيقولوا. حشومه هذا. الله يهديكم والله يهدينا كاملين. هكا تكون شي امور اللي ما كيبغيش يتفرج فيها، وانما النظره كتجيبها عندها. علاش غادي نوسخ الصحيفه ديالي امام الله؟ هنا انا درت فيديو واحد هو اللي طلع مزيان في هاد لاشين هادي، ولكن انا متاكد بان هاد الفيديو هذا غادي يفوت داك الفيديو. علاش؟ لان كاين شي وحدين، ما كنقولش كلشي، كاين شي وحدين اللي الدماغ ديالهم بحال هكا خنز، اعزكم الله. وكاين عاوتاني دوك الوجا قاصح نابوت انيا، انا اليوم غادي ندير، انا اليوم كذا، وكنبين وجهها وهادي. ما تنساوش بان هادشي راه غادي يبقى مقيد، غادي نلقاوه عند الله. هذا انسان قديم كيفكر التفكير بحال هكا. نقولوا اللي بغيتو، انا ما كنهضرش، ما كنعممش، دائما كنقولها، ما كنعممش وما كنقولش بان راه بنادم دماغه مخيب او لا. كاين شي وحدين اللي ما شاء الله تبارك الله عليهم كيدوز على شي مر الكرام، تبان لي شي حاجه عارف الوسخ. فلاش غنوسخ ذاتي، ولاش غنوسخ العقل ديالي، لاش غنوسخ عويناتي،
ولاش وإذا الأهم لاش غنوسخ الصحيفة ديالي اللي غادي نحلها عند الله، وغادي يشوف بأن جلست واحد النهار وبقيت كنتفرج في شي حاجة اللي في الأصل ما خصنيش نشوفها. غادي نحكي لكم واحد القصة ديال واحد المغربي، هذا الشاب مغربي على لسان الشيخ الدكتور محمد حسان أطال الله عمره. كان مشى للولايات المتحدة الأمريكية، ودائما كيقول لهم كنلقاو واحد الشاب مغربي فقير كيكون بارك في الصف الأمامي وكيحضر الدروس والمواعيد عام على عام عام على عام، تا واحد الوقيته ما بقاش جا. مشى الشيخ تما كيسول، قال لهم المغربي فين هو؟ قالوا ليه اودي راه ولا لاباس عليه، ياك ما ولا كيدير القمار، ياك ما ولا كذا، ابدا. قال لهم بغيت نشوفو. مشاو عيطوا ليه، جا عنده قال ليه اشنو سبب هاد النقله؟ قال ليه اسمح لي راه غير المشاكل ديال الحياه والخدمه وكذا هما اللي اخروني. هذه اول حاجه خايبه شويه في الماده، كتلهيك على بزاف ديال الامور ديال الخير، ما ليناش. المهم هو الاصل ديالو غادي تعرفوه في الاخر. قال ليه شنو كيفاش هضره؟ قال ليه ودي كان خدام انا داك في ناطحه السحاب اللي ما بقاوش ولا وناطحات. مشى الدروك معاه، قال لي كنت طالع في لاسانسيو كانوا 10 ديال الناس، منهم 6 ديال النساء و4 ديال الرجال. هو خدام في طبقة 47 ولا 46 مقالش بالضبط، المهم فوق. طالعين وكنعرفوا بأن في الولايات المتحدة الأمريكية كل 6 ديال الثواني كيتم عملية الاغتصاب، كل 6 ثواني. طالعين الدور الأول نزلوا 2، غادي تبقى هو ووحدة اللي بقاو. غادي مني قربوا يوصلوا، السيدة تفاجأت، علاش هاد السيد ما تحرش بيا، علاش هذا ما شافش فيا. مني وصلوا خرجوا من لاسانسير، جراتو قالت ليه واش انا خايبه؟ هو ما هش فاعله، قال لها ما عرفتش واش خايبه او لا زوينه، ما عرفتش. قلت له علاش ما شتيش فيا؟ قال لها لأن الدين ديالنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني البروفيت ديالنا غض البصر، ما نشوفش. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت لي واش الدين ديالكم لهاد الدرجة كرم المرأة؟ قال لها المرأة عندنا مقدسة، المسائل ديالها ما خصهاش تبين المفاتين ديالها، ما خصهاش بزاف ديال الحوايج، وعطاها واحد المرتبة وكذا. قالت لي إلا كان الدين ديالكم فيه هاد المسائل ديال بأن المرأة مكرمة ومعززة وما تعديتيش عليا، أنا بغيت ندخل لهاد الدين ديالكم. بدا كيشرح ليها كذا كذا كذا. قالت ليه أنا ما مزوجاش، واش تقبل تزوج بيا؟ سلمت تزوج بها. عرفتوا شكون هي؟ هي مولاة الشركة، المدير ديال الشركة اللي خدام فيها هاد الشاب المغربي. أنا بقيت ساكت شوية غير باش يعني تستوعبوا واحد المسألة، ألا وهي ومن بلاش ترجم، استغفر الله العظيم. إبليس واعر، إبليس كيدخلك من شي حوايج ومن شي قنات كيوضك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شوفها ما شاش فيها، ولا الزوج ديال واحد السيدة مولا الشركة اللي كان هو خدام فيها كورتيي.